السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير وفي أتم الصحة والعافية. غنبدا الفيديو ديالي بشعارنا الخالد: الله، الوطن، الملك. الأخوات خرجوا معطيات مزلزلة في اليوتيوب عن طريق تبارك الله على الأخت خديجة تيفي وسلومي، اللي نورونا وجبدوا لنا معطيات اللي ما تطيحش على البال. صراحه بقى الان انا مصدومه مازال، لانه 4 ايام هذه باش خرج هذا الخبر وخرج هذا الجدل هو الموضوع، وما قدرتش نتكلم عليه لانه ما تهضمش ليا، ما انتظرتش، لانه كاين انسان، وهذه الله يرحم عليها الحسن الثاني، خونت الداخل وعر من خونة الخارج، لان العدو اللي خارجي واللي كيكون باين كتكون رد البال منه، ولكن اللي كيكون معك داخل الوطن كياكل الغله وكيسب المله، هذا وعر ودار وصعيب صعيب صعيب باش انك تحضي معاه. دونك دخلوا البنات بطريقتهم وتبارك الله عليهم، دخلوا الفيسبوك ديالها القديم وعرضوا لنا الدلائل بانه صاحبه هذاك الحساب هو اولا هي لبنانه. بزاف ديال الناس اللي خرجوا وعارضوا وقالوا لا ماشي هي، ما يمكنش، وهذه مي هما بقاو على الراي ديالهم وخرجوا لنا بزاف ديال المعطيات. اول حاجه غنبدا لانه الناس اللي كنعرف انايا بزاف ما عارفينش اشنو واقع. غادي نبدا لكم بالتدوينه هي الاولى، انا غنخليها لكم الان على الشاشه. ها انتم كما كتشوفوا كاتبه: وجدت هذه الكلمات في مذكراتي أيام حراك الريف، شعرت بكم من الغضب الذي كنت أعيشه. التدوينة دارتها في 2020، والغريب في الأمر أنها ما مسحتهاش من ذاك العهد. هانتوما كتشوفوا، أنا غادي نعاود نبسطها لكم، غنبين لكم بالخط ديال يديها والاجتهاد اللي دات الاخت سالومي اللي داتها باش نقدروا نقراوها. دونك نحط لكم لي دو باش يجي داكشي واضح. صراحه يحز في النفس انني نقرا بحال هاد الكلمات، ولكن باش الناس اللي باقيين كيشككوا في الكلام اللي قالت الاخت خديجه تيفي كيحاولوا يخرجوا على الموضوع باتهامات خطيره ضد الاخ يوسف اولا ولدي يوسف شهامه بانه خائن للوطن. شوفوا الناس اللي خائنين للوطن بصح اشنو كيقولوا. دونك كما شفتوا هاهما على الشاشه بخط اليد ديالها وبالاجتهاد اللي دارت سلومي. دونك اشنو كتقول: فقدت نضارتي أو نظارتي، لم أعد أرى بوضوح، أرتبك عندما يعاتبني صديق لأني مررت من قربه دون أن أراه، أصبحت مضحكة للغاية، لم يعد بإمكاني الاستمتاع بهذه الحياة. حد لهنا ما كاين مشكل. ها هو القاصح: أصبحت رائحة هذا الوطن كريهة. 3 points de suspension. نتنة تزكم الأنوف، لم تعد يا وطني منبتا للأحرار ولا مشرقا للأنوار، صرت ملقا للأزبال وملهى لأصحاب العقال، فدمت منتداه وحماه وصرت في الأوطان للذل والهوان. الله يعطيك الذل بنتي، الخنز جاي منك من نهار بنتي في اليوتيوب، وحنا كنشوفوا العهر، كنشوفوا الرخص، كنشوفوا النتانه، كنشوفوا كاع الحاجات الخبيثه والخيبه شفناها معك. الانسانه اللي كتوصف المناطق الحساسه ديالها، الانسانه اللي كتقول لك فيها 3 ديال العيالات، الانسانه اللي كدير ايحاءات جنسيه ومتبعينها ذكور. والغريب في الامر ان هذا الذكور كيحاميو عليها، وفيما يدخل شي واحد هما كيتجيشوا مع الجيش اللي دايره هي، وكيدخلوا كيعايروا وكيسبوا في الناس اللي كينتقدوها وكينتقدوا الافعال ديالها.
حنا هي انسان ولا انسانه ما كنتقدوا الافعال ديالها. دونك شكون هي بالضبط، ولا اش تكون، ولا اش كتربح، ولا النصب والاحتيال اللي كدير، هذوك المسائل كلهم في كفه، والمس بالمقدسات في كفه. دونك هذاك الشيء كله ما بقيناش حنا كنشوفوا فيه، كنشوفوا انسانه اللي كتضرب في النشيد الوطني ديالنا، انسانه اللي كتحرف النشيد الوطني ديالها. واش عباد الله من بعد هذا الشيء باقي الناس كيشكوا؟ واش من بعد هذا الشيء باقي كنسمع انا ناس كيخرجوا وتيقول لك لا راه ماشي النشيد الوطني ماشي قران، نقولوا ما يتحرفش؟ النشيد الوطني ديالنا راه مقدس، اللي حرفوا كاين عقوبات، كاين دستور. دونك حديثوا العاقل بما يعقل. من بعد ما بديتوا في الاول كتشككوا في المصداقيه ديال التدوينه وبان ماشي ديالها، بعد ما مسحاتها هي اولا اللي مسحها السلطات والناس المختصه غادي يعرفوا منين ولا التموقع ديال الانسان اللي مسح هذيك التدوينه. لان ما يمكنش بقات من 2020 وبين ليله وضحاها كي خرجت بها خديجه تيفي مشكوره تمحات. اذا القضيه فإن حست بالصاد اولا الا كاين جروب اولا ناس اولا ما عرفناش حنا دابا الحيتيات شكون اللي معاها، شكون اللي في الصف ديالها، لان الناس اللي كيخرجوا كيدافعوا عليها زعما كيستميتيو كيدافعوا عليها باستماته. غندافع على رايي، غندافع على واحد الانسان ولكن بعقلانيه. ملي ندافع عليه وهو غلط من راسو حتى لرجليه نقدروا نقولوا حبا فيه، ولكن ملي نشوفوا بانه كيقيسني انا، كيقيس الهويه ديالي، كيقيس بلادي، ونزيد مازال ندافع عليه ونحاول نلقى ليه مبررات، هنا صافي سقطت الاقنعه. هنا كيبان لك اللي الوطني حر، واللي كيبان لك اللي كيخاف على البلاد ديالو، واللي كيبان لك كيحب الوطن ديالو، وعاد كيبانوا لك الخونه. هنا كيبان لك الصالح وكيبان لك الطالح. دونك بلا ما نبقاو نلعبوا بالعقول ديال الناس، بلا ما نبقاو كنكذبوا اولا نبقاو نتلاعبوا بالعقول ديال الناس، نخليو الناس المختصه لانه الخبز وصل للفران. والمشكورين الناس اللي اتصلوا بالمنصات ديال الابلاغ وبلغوا على هذا الشيء. كنتسناو اشنو غادي يديروا السلطات، وكونوا اكيدين كما انا متاكده بان الحق حق، وبان ما كاينش في هذه المسائل التقادم، وبان اذا كانت هي، وانا الان انا شبه ولا متاكده، لان بزاف ديال المعطيات انا غادي نحاول، لان ما بغيتش نطول في الفيديو، غنحاول نبقى نعطيكم بشويه بشويه باش تعرفوا المصداقيه ديال هاد الناس اللي خرجوا بهاد المعطيات. واحد الفيديو خرجت به كانت خرجت به في القناه ديالها ولا في القناه ديال بوكريجه، كتكلم مع بنت بوكريشه، طلبت منها غنخليكم تسمعوه هو الاولاني وعاد غادي نعقب. ما تقول عاش الملك. واحد الفيديو بعدا درنا على هذا الشيء، قال عاش الملك. قال عاش الملك. وريني الكراد ديالك، عطيني لاكارت باش نشوف الكراد ديالك. شوفوا اللبنه كدير. هانتوما كتشوفوا البنت قالت لها قولي عاش الملك. السيده واحد لايف كانت حلفات ما نقولوش، طلعوا ليا 3000 لايك تديروا. الان كتقول لها واش عندك صيفه، واش عندك عاش الملك؟ راه كنقولوا احنا بدون شعور، بلا شعور، بلا ما نشعروا. عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك ولا عاش من خانه، عاش الوطن ولا عاش من خانه. دونك حنا بلاد ديال الشرفه، الخونه الحمد لله كيبانوا وكيطيحوا تباعا. شحال وهي مدرقه جات عند الناس هاد بوكريشه ودخلت درقات في اسم اخر، ما بقاتش سميتها بنانه ولا سميتها لبنى. غادي نعطيكم واحد ما هادو جبدوها من الكونت ديالها ديال الفيسبوك. السيده كانت حاطه عينيها على بوكريشه لان كانت عندها، هانتوما كيف غادي تشوفوا على الشاشه، كانت يسرى الزهري. دونك هانتوما كتشوفوا بان كانت حتى هي مابونيه معاها. دونك من ديك الوقيته وهي حاطه عينيها على هاد الاسره. دونك حيدت من الريف من حسيمه ودخلت ومشات مع هاد الناس. دونك بزاف ديال المقاطع اللي
خرجت بهم كتبين على التوريه ديالها وعلى انها ما كتحبش هذا الوطن وباغي تخلق فيه الفتنه ما بين حنايا وما بين اخواننا ديال الريف. غنسمعوا هذا الفيديو وابخي غنعاودو نتكلموا. ما يكون السجن ديالي سجن عادي، الا ما تغيروا القوانين ضدك في المغرب كامل ما تسمينيش انا السريعه. عرفت لي انني ريفيه، ماشي قضيتي بوحدي، قضيه المراه الريفيه. حارب كامراه ريفيه، مش انا ما غنحاربش بوحدي، لان العنصريه ضد المراه الريفيه. كيف كتشوفوا قالت لك هي نهار الاعتقال ديالها غيكون الفيصل، وهي هي كتبين بان السيده راه ما شكون هي. من انت خلال القذافي؟ من انتم؟ السيده حاطه راسها في واحد المكانه بانها غادي غتنوض، هي غادي ينوضوا معها ريافه. وشكون انت؟ انت ماشي ريفيه، وبالدليل ماشي ريفيه. من تحيه للناس ديال تازا، انت تازيه، دونك اشنو قربك للريافه؟ الناس ديال الريف كيتبرؤوا منك، وشفنا بزاف ديال الريفيات الحرات اللي طلعوا في المنصه ديال الاخت خديجه كيتبرؤوا منك وكيقول لك حاشا ولله انه كي تكوني منهم او لا انك تمثلي وحده منهم. دونك حيدي هاد القضيه من بالك الان بوحدك امام اتهامات. دونك انت بوحدك، والناس اللي كيحاميو عليك الدوله غادي دير او الناس المخابرات اللي يشهد لهم بالكفاءه ديالهم غادي يديروا الخدمه ديالهم، والناس اللي معك حتى هما غادي يطلعوا وغادي يكون الحق غادي يبان. دونك كاين واحد الفيديو اللي كترجم فيه هذاك الشيء اللي قالت في التدوينه، كترجمو بالصوت حتى هو غنعطيكم تسمعوا. والواقع اش غنديروا معاه؟ الفقر والبطاله والمرض والزبل. واش غنموتوا بعدا موتة طبيعيه بحال كاع عباد الله؟ واش غنبقاو نشوفوا بعينينا ولا غنتعمى وحيت ما بقى ما يتشاف؟ لا حول ولا قوه الا بالله. واش غيجي شي نهار وغيخنقنا هاد الهواء اللي كنشمو حيت ما قدرناش نخلصوه؟ واش غنمشيو كاملين ما غيبقى حد هنايا؟ واش ملي غنخرجوا كاملين من هنا البلاد غتولي مزيانه؟ زعما بغيت نقول لكم وقيلا حنا اللي مضيعينها. اجي قولوا لي ما كتشموش واحد الريحه خانزه ولات كتعطي فيما دورتي وجهك؟ واش ريحتنا حنا ولا ريحتهم هما؟ عرفتوا بعض المرات غير باش نترجموا هادشي اللي كنعيشوا للكلام ما كنقدروش، واخا نبقاو 100 عام، وحتى الا قدرنا نعبروه وراه غنترزعو في 20 عام. كمل. هانتوما كتشوفوا السيده ترجمت هذاك الشيء اللي قالت في التدوينه، هو اللي ترجمت في هذا الفيديو. دونك كتهضر على النتانه وهي اكبر نتنه في العالم، كتكلم على انه الا دويتي غترزع في 20 عام. دونك هنا كاينه اشاره للزفزافي اللي تحكم عليه ب 20 عام. هي السيده ما عرفاش بانه ما ديرش ما تخافش. بزاف ديال الناس اللي في الحراك ديال الريف تقبض عليهم صراحه وداروا معاهم تحقيقات، واللي ما دارش ما كيخافش. بزاف ديال الناس اللي خرجوا، بزاف ديال الناس اللي ما تعتقلوش، والناس اللي تعتقلوا بعد لا جا العفو الملكي. كاين الناس اللي استفدوا من العفو الملكي اللي ثبت عليه بالدليل وبالبرهان ولا مجال ما كاينش تشكيك انه خائن للوطن، راه مسجون. دونك ما ديرش ما تخافش، ما كيخاف غير اللي فكرتو العجينه. دونك بغيت نرد على الاخت ديال بوكريشه اللي خرجات كتقول لك بانه دابا دارت هذيك اللي كيبخ وكيداوي. حنا بغينا جواب واضح جواب واضح اللي كيعطينا الراي ديالك. انتي مغربيه قلتي مدينه فاس لا تقاست وتكلموا على الناس ما يعجبكش الحال. مرات خوك تكلمت عليها وقالت قنظهر وما خرجتوش ما حركتوش ساكنا. الان خرجت وخرجوا هاد المعطيات اللي كتضرب في النشيد الوطني وما تكلمتوش
وما حركتوش ساكنا. والان بعد الناس قالوا لكم خصكم تدويو، خرجتي انت كتدوي وكتبخي وكداوي ظريفه ومزيانه وهادي. واش نتوما ما لاحظتوش بان هاد السيده راه ماشي نورمال؟ ما لاحظتوش بانها كتهضر على انا ريفيه ولا تحكمت انا غادي يكون هو الفيصل بين عهد قديم وعهد جديد؟ شنو كيكون هذا الكلام؟ كيقولوا متورين الناس اللي خارجين على اللي خائنين للوطن. دونك هادو كلهم مؤشرات اللي كانوا، والان هو توضع الاصبع على الخلل، والان هو كل شيء بان بالملموس، ما بقى حتى واحد عنده الحق يشكك. دونك اوموا خرجي وقولي لا دارت تستاهل العقوبه. يحيى الملك، عاش الملك، عاش الشعب، عاش الوطن، ولا عاش من خانه. خرجي بهاد خرجي خرجي ديريكتومون واعطي الراي ديالك في الناس اللي كيخونوا الوطن. دونك هنا ما كايناش عاطفه، واحد كيجرد من العاطفه ملي كيتقاسوا ليه ولادو ولا بلادو. وبلادنا كنصبخوها وكنحطوها في المكان الاول. خرجتي منتي كدا. دونك مع بمن كتلاعبي لينا بالكلمات. المغاربه راهم اعقل من ذلك، ما بقيناش كدار بينا. ديجا عايقين بكم بانكم كتلعبوا وكتضحكوا على العقول البسيطه. مي هنا في هذه القضيه كنتي تكوني احسن كون خرجتي بصرامه وقلتي كنندو بهذا الشيء وما غاديش نقبلوه. وحتى حنا كجميع المغاربه كنتسناو الناس المختصين وذوي الصفات يحققوا في الموضوع، وحنا باغيين نعرفوا الحقيقه. وعاش الملك، وشعارنا الخالد هو الله الوطن الملك. المواطنه حنا ما كنزايدوش عليها، كلنا وطنيين وحتى واحد ما يزايد على واحد. دونك ملي يبان لينا بانه كاينه الريحه ديال الخيانه او غير تشكي خصو يبان الموقف ديالك. دونك هنا خليتيها نتيا فاغ. اش غنقول لكم؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. غادي نحاولوا نتبعوا هذه القضيه، لانها ماشي قضيه ديال قنوات ولا انتقاد ولا سميره اشنو دارت ولا الاخر اشنو دار ولا الاخر اشنو دار. هذه مس بالمقدسات، مس بينا حنا كمغاربه. والحالي زوينه انه شفنا تفاعل ديال الناس تونسيين جزائريين اللي كانوا قلبا وقالبا معنا حنا المغاربه، وقالوا هادشي في المنصه ديال الاخت خديجه. عبروا في التعاليق ديالهم بانهم هاد المداخلات اللي داروا الاخوات في هاد المنصه بانهم اثروا فيهم بزاف، وما كانوش كيظنوا بان المغاربه كيبغوا الوطن ديالهم لهاد الدرجه. راه الحب ديال الوطن ديالنا رحنا رضعناه في البسوله ديال والدينا. حنا تربينا على حب الوطن. لا خلاصه القول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. والله يعطي لكل واحد على نيته، والله يخلص الظالم. الى هنا غادي نودعكم، موعدنا في لقاء جديد. الى اللقاء.